السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا المتابعين الكرام متابعي قناة أبراج اليوم للتوقعات اليومية. اليوم هنعمل برج العقرب بتاريخ 22/12/2025، وهنشوف طاقتك غدا وتوقعاتك على جميع الأصعدة، على الصعيد العام والعملي والمالي والعاطفي والصحي والدراسي. ما تنسوش حبايبي عمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا منكم ليصلك كل ما هو جديد أصحاب برج العقرب. على الصعيد العام، انت النهارده يا عقرب مش زي اي يوم تاني. انت صاحي واحساسك تقيل شوية، بس التقل ده مش وحش، ده تقل فهم وتقل واعي، كأنك شايف الصورة كاملة لأول مرة من غير زحمة ولا تشويش. انت عديت بتجارب يا عقرب خلتك تشوف الناس على حقيقتها، وتفهم ان مش كل اللي ضحك معاك صافي، ومش كل اللي سكت عليك شر، وده خلاك هادي وذكي في تعاملك. في هدوء غريب حواليك، بس جواك في حوار شغال وبتراجع فيه نفسك بقراراتك وعلاقاتك. انت يا عقرب مش تايه، انت بتعيد ترتيب الاتجاه، وده احسن بكتير من الجري من غير هدف. كمان الفترة دي بتعلمك ان القوة مش في الصوت العالي ولا في المواجهة المباشرة. القوة الحقيقية عندك انك تعرف امتى تتكلم وامتى تسكت. انت بقيت تمسك نفسك في مواقف كانت زمان بتنفعل منها، وده فرق كبير في شخصيتك. مش كل حاجة محتاجة رد فعل يا عقرب، ومش كل استفزاز يستاهل طاقتك. العقرب لما بيهدى بيبقى أخطر، لأنه بيشوف وبيفهم وبيخطط، والمرحلة دي أنت بتبني النسخة الأقوى منك. في قرارات متأجلة أنت عارف إنك لازم تاخدها، بس مستني الإحساس الصح، وده ذكاء مش تردد منك. والضغط اللي حاسس بيه مش علشان ضعيف، ده علشان تشيل أكتر من حد غيرك. انت دايما بتحاول تمسك العصاية من النص، بس دلوقتي بتتعلم تمسك نفسك الأول يا عقرب. مش مطلوب تراضي الكل يا عقرب، المطلوب انك تكون راضي على نفسك. انت يا عقرب بطبيعتك بتحب السيطرة على حياتك، بس الحياة الفترة دي بتعلمك ان في حاجات لازم تسيبها تمشي لوحدها. كل ما شديت اكتر كل ما تعبت اكتر، وكل ما سبت بهدوء كل ما الامور انظبطت من غير مجهود. دي مش خسارة سيطرة، دي ثقة، وثقتك في نفسك بدأت تكبر. رسالة الصعيد العام بتقولك يا عقرب انت مش متأخر، ومش واقف مكانك. انت في مرحلة تجهيز داخلي، وكل حاجة بتحصل دلوقتي ليها سبب. اصبر على نفسك شوية، اللي جاي مختلف. أما على الصعيد العملي، العقرب مش بيحب اللعب ولا الاستسهال. انت بتحب الشغل اللي له قيمة، وده أحيانا بيخليك تحس إنك متحوط بناس أقل التزاما منك. الضغط اللي عليك مش بسيط، ومسؤولياتك زادت، بس ده لأنك الشخص اللي بيعتمدوا عليه وقت الجد. حتى لو محدش قالها بصوت عالي، وجودك فارق. انت بتشتغل بعقلك قبل ايدك، وده اللي مميزك. في لحظات بتحس فيها انك بتدي اكتر ما بتاخد يا عقرب، وده احساس حقيقي، بس مش معناه انك مظلوم. احيانا العطاء بيبقى استثمار مش خسارة، بس المهم ما تتحولش لشخص مستنزف. اعرف امتى تقول كفاية وامتى تحط حدود. لو في توتر في الشغل حاول ما تدخلش فيه بعصبية، لان العصبية لو دخلت ممكن تكسب موقف وتخسر الصورة. انت يا عقرب ذكي، كفاية انك تطلع من اي موقف كسبان من غير ما تعلي صوتك. كلامك لما بيطلع بيبقى محسوب، وده بيعمل تأثير اكتر مما تتخيل. كمان في فرصة مهنية مش باينة قوي دلوقتي، بس هتظهر فجأة. ممكن تكون ترقية او مسؤولية جديدة او حتى تغيير مسار. خليك جاهز نفسيا يا عقرب، وطور نفسك بهدوء علشان لما الفرصة تيجي ما تتفاجئش. رسالة الشغل بتقولك يا عقرب انت مش محتاج تثبت نفسك لكل الناس. اللي شايف شغلك بجد عارف قيمتك، وكفاية عليك ضميرك المهني. كمل والتقدير جاي. أما على الصعيد المالي، ماليا العقرب بيحسب كل خطوة، وده مخليك دايما قلقان شوية حتى في أوقات الاستقرار. انت مش بتحب المفاجآت، وبتحب تكون عامل حسابك. الفترة دي فيها مصاريف بس ما فيهاش كوارث. انت مسيطر بس دماغك مش راضية تهدى. في تفكير مستمر في المستقبل، وده مخليك ساعات تحرم نفسك من حاجات بسيطة. التوازن مطلوب يا عقرب، ما تبقاش قاسي على نفسك قوي. الفلوس وسيلة مش غاية، واستقرارك النفسي أهم. كمان في تحسن مالي بسيط ممكن يبان، أو فرصة جانبية تزود دخلك، بس محتاجة صبر وتركيز منك. ما تستعجلش، الحاجات اللي بتكبر بسرعة ساعات بتقع بسرعة، وانت فاهم ده.
كمان اوعى يا عقرب تدخل شراكة أو مخاطرة وانت متردد. الإحساس بعدم الراحة علامة، اسمعها، الفرصة الصح بتيجي وانت مطمن. رسالة المال بتقولك يا عقرب انت فاهم تدير، بس محتاج تثق أكتر، والرزق مش كله في الإيد، في التوفيق وفي الوقت. أما على الصعيد العاطفي، عاطفيا العقرب مش شخص سهل في الحب. انت لما بتحب بتدخل بقلبك كله، ومش بتعرف تحب على خفيف. الفترة دي فيها مراجعة كبيرة لمشاعرك، انت بتسأل نفسك انا مرتاح ولا مكمل علشان العشرة. في فرق كبير بين الاتنين، وانت بدأت تحس بالفرق ده بوضوح. مشاعرك صادقة بس محتاجة تقدير متبادل، وانت مش هتقبل بأقل من كده تاني. لو في علاقة حالية فالعلاقة دي محتاجة كلام صريح، مش عتاب ولا شد، كلام من القلب للقلب. انت شايل جوه صدرك حاجات كتير، وسكوتك مش دايما قوي، ساعات بيبقى تعب. الطرف التاني ممكن يكون مش فاهم عمق اللي جواك، والتوضيح هيحل كتير، بس اختار الوقت الصح يا عقرب. ولو عازب ففي شخص بيدخل دايرتك بهدوء، مش بالعنف ولا بالضغط. الشخص ده مختلف وبيحترم حدودك. انت مش متحمس قوي بس مرتاح، والراحة عندك أهم من أي اندفاع، وده نضج عاطفي. كمان الماضي لسه بيطل على بالك أحيانا بذكرة موقف شخص، بس الفرق إنك بقيت أقوى من إنك ترجع. أنت بتفكر بس ما تضعفش، وده تقدم كبير. رسالة الحب بتقولك يا عقرب أنت تستاهل حب واضح مش مذبذب ولا محتاج تثبت. اللي يحبك بجد هيبان من غير مجهود. أما على الصعيد الصحي، صحيا التوتر هو العنوان الواضح يا عقرب، مش مرض بس ضغط متراكم. انت بتشيل اكتر ما طاقتك تستحمل، جسمك محتاج راحة حتى لو دماغك مش راضية تقف. النوم مش رفاهية، ده ضرورة. كمان في اشارات بسيطة، صداع او شد عضلي او ارهاق، دي رسائل مش انذارات، اسمعها بدري. انت لما تتجاهل جسمك هو اللي هيقف غصب، فخد بالك. كمان نفسيتك مرتبطة جدا بصحتك، لما تزعل جسمك يتعب، ولما تهدى جسمك يرتاح. حاول تقلل الاحتكاك بالناس السلبية، مش كل حد يستاهل يسمعك ولا يعرف تفاصيلك. احمي طاقتك يا عقرب. رسالة الصحة بتقولك يا عقرب انت قوي بس مش سوبرمان، اهتم بنفسك علشان تكمل مش علشان تقع. أما على الصعيد الدراسي، العقرب عنده قدرة عالية على الفهم العميق، بس أحيانا بيضيع في التفاصيل. انت ذكي بس محتاج تنظم الضغط، مش من قلة فهم، من كتر التفكير. رتب أولوياتك وهتلاقي الدنيا أبسط. كمان في تشتت بسيط بسبب التفكير في حاجات مش وقتها، حاول تفصل بين المطلوب منك دلوقتي واللي لسه. التركيز مهارة وانت قادر تطورها، بس خطوة خطوة. لو في امتحان النتيجة هتكون أفضل مما تتوقع، بشرط تراجع بهدوء. انت لما بتدي بتبدع، التوتر بيحبسك، سيطر عليه والباقي أسهل. التعليم مش شرط يكون دراسة، بس انت بتتعلم من الحياة ومن الناس ومن التجارب، ودي قوة كبيرة عندك، بس حاول تستثمرها صح واختار طريقك وما تسيبش الدنيا تسحبك. رسالة الدراسة بتقولك انت سابق بخطوة حتى لو حاسس انك متأخر، الفهم عندك أعمق والنتيجة جاية في وقتها. ودي كانت توقعاتك النهاردة يا عقرب. انتظروني مع فيديو آخر وتوقعات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.